يا مساء الخير عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني كتير من اخر فيديو. الفيديو ده غايب عنكم كتير، بس راجعه لكم بحاجه كده تغيير. هنعمل النهارده مع بعض زي ما انتم شايفين وراك الفراخ المحشيه، او اللي بيقولوا عليها حمام كداب، بطريقه سهله جدا جدا، مش تاخد منك وقت، باسرع ما تتخيلي. كمان طعمها هيطلع هايل هايل هايل، يعني هتحبيها جدا. تعالي نبدأ ونشوف. انا معايا 4 اوراق متنضفين كويس جدا ومشطوفين ومنقوعين بحبة ملح وحبة خل وبس كده. صفيتهم كويس وهبتدي اتبلهم. معايا بصلايه متوسطة، حبة ملح وحبة فلفل اسود، وكمان عصرة ليمون. هدعك البصلايه اللي معايا كده بحبة الملح وفلفل اسود لغاية لما تنزل كمية السوائل اللي فيها، تمام؟ عشان ده بيسهل عليها ان كل ما كانت طرية وكل ما كانت فيها سوائل كل ما كانت الوراك بتاعتنا امتصت كل التوابل اللي فيها. وفي الاخر هرش عليها عصرة الليمونة اللي احنا طلعناها. هدعك بقى كويس كده من جوه ومن بره. دي صدور مخلية، ولكن انا مش فاتحة الدبوس بتاعها، انا يعني عاملاه كأني علشان اعرف احشيه، يعني مش كلها مفتوحة. هتشوفوا معايا بأدق واحنا وبنحشيها مع بعض هتكون شكلها ايه. انا بتبلها من بره ومن جوه ومن بين الجلد كده كمان، وبسيبها معايا مثلا 3-4 ساعات على قد ما تقدري، يعني وقت ما تبتدي تشتغل. تمام كده، بدعكها كويس جدا. اهم حاجه هي تكون مغسوله حلو قوي. هنا بقى معلقتين سمنه كبار كده بلدي، عليهم بصلايه حلوه كده متوسطه. هبتدي بقى اعمل الحشوه بتاعه الرز. الناس بتقول عليها مثلا رز مبهر، رز بالخلطه، الرز بتاع الحمام، ايا كان انتوا بتسموه ايه. المهم هفضل اقلب فيها كده لغايه لما شويه تدبل، مش هحمرها بس تدبل خلاص. كميه السمنه حلوه قوي معايا علشان تطعم طعم الرز. هبتدي بقى انزل بكوبايه رز او كوبايتين لو انت عايزه يبقى فايض معاكي رز زياده، تقدميه تحت اللي وراك يعني. نزلت انا بكوبايتين رز وحطيت عليهم حبه الملح، وطبعا لازم تقطعي الفلفل الاسود، ده اساس الرز ده. حبه فلفل اسود حلوين يبقى باينين طعمهم كده وبس، مش هحط حاجه اكتر من كده. هحط لهم نص كميه الميه اللي احنا بنحطها عاديه، يعني لو انت مثلا بنحط كوبايتين رز بناخد عليهم كوبايتين ميه، هحط بس كوبايه واحده ميه. هديها غلوه كده وبعد كده اغطي عليها واسيبها تتشرب. مش هتستوي سوا كامل، هتستوي نص سوا. تمام. هبتدي افضيها لغايه لما تبرد كده معايا. الرز مش هينفع نعمله سخن، هي بس يبرد معايا. وهبتدي اجيب الورق الاسترتش دوت، وهنبتدي نعمل واحده واحده مع بعض. اول حاجه شايفين الحته اللي انا بقى بدخل فيها الرز دي، هي دي الدبوسه. هو شادد منها العظمه بتاعه الدبوسه علشان انا اقدر احشيها بتبقى شكل جميل وما يبقاش كلها مفتوحه. لو انت تقدري تفهميه يعملها كده يعني الراجل عندك، يبقى ده كويس جدا. هيتسهل عليكي كتير، هتبقى مليانه حشو يعني، في نفس الوقت هتدي شكل الدبوسه كامله ملفوفه كويس جدا، وهتسهل عليكي جدا عشان ما يبقاش كلها مفتوحه، هتبقى مبهدله من كل ناحيه او مفتحه من كل ناحيه. هبتدي احط بقى الحشوه اللي عندي زي ما الكميه اللي انت عايزاها، او زي كميه الورك ما ياخد معاكي. وهبتدي ادخل كده بالمعلقه زي ما انت ما شايفه. وبعد كده هلملم بقى، اجيب الناحيه دي واجيب الناحيه دي، وابتدي ابرمها بالاسترتش. هي لسه طبعا هياخد لسه سوا تاني، الرز مش مستوي كامل يعني مش واخد سوا كامل. هبتدي بس الف شمال ويمين والمهم على بعض. هو مع السوا ومع السخونيه هتلاقيهم لزقوا في بعض، يعني مش هتفك منك. يعني لو انت شفتي معايا في اول الفيديو هتلاقيها انا بقطعهم يعني ما بينزلش منها اي فروله. هبتدي الف كده بالاسترتش باك ده، اعملها زي الرول تمام كده، واقفلها من ناحيتين وخلاص. وده يبقى كده اول واحد يتعمل عندي. اهم حاجه تحكميه قوي علشان لما يجي يتعرض للسخونيه وهما لازقين في بعض كده زي يلحموا كده، يعني زي البومبار او كده. بس كده كده اول واحد. هعمل بقى كل الكميه اللي عندي او تعالوا نعمل مع بعض اخر واحد، يلا كمان. هنحشيه كده ده كله بنفس الكميه الرز اللي احنا استخدمناها، نفس الكميه اللي احنا عملناها. بصوا دي يمكن مش قوي، يعني مش مخدومه قوي الحته اللي هي الدبوسه.
بصوا قصيره، فانا مش عارفه امليها قوي، فده يعني بيقف على حجم الورك نفسه. يعني لو الورك كبير هتلاقي الدبوسه تاخد معاكي كتير وتقعدي تحشي وتبقى سهل عليكي. لو ما كانش هتبقي انت كل الرز اللي هتحطيه في الحته المفتوحه دي، فهتلميها بقى على بعض نفس الفكره. المهم الجلد يمسك في بعضه او اللحم يبقى لامس بعضه، بحيث ان هي تبقى ايه، اول لما يبتدي يسخن الرول معايا، اللحمه تبتدي تستوي، هيقوموا لحمين في بعض. هربط جامد واقطع وابرم من الناحيتين، بس في منتهى السهوله. احنا 4 تنفار، عملنا 4 وراك. تقدري تجيبي الكميه اللي انت عايزاها وكتري الرز بقى زي ما انت ما عايزه. تقدري كمان تحطي فيه كبد وقوانص، بس الاسهل ليا في اللف هو من غير كبد وقوانص. تمام كده، بس كده. هبتدي بقى احطهم فين او اسويهم ازاي؟ في الورق الحراري او الاكياس الحراريه. دي اسهل طريقه تخليكي تحتفظي بدسامه الورك نفسه وطعمه جوه نفسه، يعني من غير ما هنسلق بقى بره وتنزل في الشوربه والطعم بيتغير. لا، ده بتبقى يعني ايه، واخده منها فيها. مش هحط سمنه ومش هحط زيت ومش هحمر. يعني بص، هتوفر عليا خطوات كتيره جدا. انا كده ولا هسلق ولا هحمر، هي هتستوي، واول لما تستوي تبتدي تحمر جوه الكيس الحراري. وده بقى إيه، من اسهل ومن احلى الحاجات اللي بستخدمها، واسرع الحاجات اللي بستخدمها. يعني بتدي طعم حلو جدا. التحمير بيبقى جميل جدا زي ما شفتوا في اول الفيديو. بتأكد ان هي استوت، يعني هي مش هتحمر غير لما تستوي. بس كده، يعني ما بتاخدش حاجة معايا. هحط ال4 جنب بعض. اثناء ذلك انا كنت مسخنه الفرن، وبعد كده هربط بقى الكيس دوت بيبقى معايا زي قفل كده. بصوا هتشوفوه دلوقتي وانا بقفله بيه علشان خاطر يبقى محكم. بتقدري تحطي فيه على فكرة لو فرخة كاملة بحالها بالخضار بتاعها. بصوا بحطه برضو جواه، بحط من تحتيه خضار، من تحت الفرخة خضار، او فرخية محشية كاملة. في منها احجام للبطة والديك الرومي، بتبقى حلوة منجزة. ما بتاخدش بقى وقت كتير، مفيش سليق، بتحتفظ بالشوربة بتاعته. المهم دخلتها قعدت ساعة الا ربع تقريبا. وبعد كده خلي بالكوا جدا جدا وانتوا بتفتحوا الكيس، بيبقى سخن قوي قوي قوي. بصوا بقى، بصوا اللون بتاعه تحفة. بس بصي، جميل جميل جميل. يعني لو خايفة على الصينية بتاعتك تعمل حروقة كده من تحت، تقدري تحطي نص كوباية مية قبل ما تدخليها الفرن. بس كده. هبتدي افك واحدة واحدة بقى واوريها لكم بعد التقديم. اهو بصوا لونه خطير جدا. فتحناه مع بعض وشفناه من جوه اول الفيديو. بصوا الجمال، واخد لون ولمعة. يلا لو عجبك الفيديو ما تنسيش اللايك والشير. اشوفك في فيديو جديد. باي باي.